السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنسيش تصلي على النبي وكمان تعملي لايك وشير وسبسكرايب. هقول لكم النهارده بقى جايه لكم بوصفه جديده، وهقول لكم سر نضاره البشره اللي ناس كتيره جدا ما بتقولكوش عليه. بجد انا جايه لكم بوصفه جباره جدا لنعومه وترطيب ونضاره البشره. بصوا، هتخلي بشرتك دي مختلفة تماما. لو عملتيها حتى مرتين بس في الأسبوع بالليل بجد هتفرق معاكي جدا. مش هنحتاج في الوصفة دي أكتر من جل الصبار ومن مية ورد بس. هنعمل الوصفة دي مع بعض وهقول لكم هنستخدمها ازاي وبصوا بجد لو جربتيها هتفرق معاكي جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما قلت لكم يا بنات، احنا مش هنحتاج في الوصفه دي غير ميه ورد وجل الصبار. ميه الورد دي ريحتها حلوه جدا جدا بجد، عن تجربه جميله قوي. لو هتجيبوا جربوها، ولو عايزين ميه الورد العاديه برضو حلوه قوي. كده انا عملت مي معلقه ميه ورد، سوري اهو. وهحط برضو هنا بنفس المعيار، برضو هحط معلقه جل الصبار اهو يا بنات. كده ده معلقه جل الصبار، نفس برضو المعلقه اللي انا حطيت بيها ميه الورد. وهنخلطهم بقى ببعض وهتحطيها على بشرتك، هتفرديها على البشره وتسيبيها لمده 10 دقايق. بجد هتلاقي فرق شاسع. ثانيه واحده بقى، انا هدمجها وهجربها لكم على ايدي. بس انا معلش بفصل الفيديو عشان بصور بايد واحده. هجربها واوريها لكم برضو. بصي يا بنات، كده احنا خلطناها مع بعض. اخلطيها كويس قوي وجربيها بقى على بشرتك وافرديها على بشرتك لمدة 10 دقايق وهتغسليها بمية فاترة. وبجد هتفرق معاكي جدا في نضارة بشرتك والنعومة والترطيب. دي عن تجربة يا جماعة، جربوها ومش هتندمي ابدا. هجربها على ايدي وهوريها لكم برضو. بصوا يا جماعة، كده انا فردتها على ايدي، هسيبها 10 دقايق وهقوم اغسلها وهوريكم ايدي بعد ما غسلتها هتبقى عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، بعد ما غسلتها والله والله بجد هتفرق معاكي جدا. جربيها ومش هتندمي. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبك في الكومنتات. ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد في قناتي. يلا باي.